انما يقطع قبل منه. برافو يوسف عبد الرحيم، وادي الضغط من بلال. يوسف وبلال تلعب الطويله، ياخد احمد حسن حطها على الارض. كده استعاد زمام الامور النادي الاهلي بتقدمه بهذا الهدف في الدقيقه 32. بيجي من الخلف محمد ابو تريكه بيسبب ارباك مفيش كلام. حسن التوقع عنده داخل منطقه الجزاء، نفس الكلام كان ينطبق على محمود الخطيب. وادي المحاوره، واحمد السيد ياخد ركله حره مباشره معاه احمد زغلول، واعتقد في كارت اصفر لاحمد زغلول. يعني اللعبه اللي فاتت فاول، اعطاله الفرصه مدحت عبد العزيز، لا ما استحوذش على الكره، اطلق القرار على طول في الوقت اللي مخصصه له القانون ولوائح كره القدم. ركله حره مباشره نفس هذا المكان موسم 2002 2003 في اللقاء اللي فاز فيه نادي الاتحاد السكندري بثلاث اهداف مقابل هدفين، كان سجل الهدف الاول احمد بلال بركله حره مباشره. ادي اللعبه وادي الفاول، اعطاه الفرصه ما استحوذش عليها، على طول استخدم القانون وصفر مدحت عبد العزيز عشان ياخد النادي الاهلي الركله الحره المباشره. الموسم الماضي ايضا ده موجود بقى في الذاكره، 2-0 للنادي الاهلي في الدور الاول. عماد متعب الهدف الاول من ركله حره مباشره، سجل على شمال الهاني سليمان من نفس المكان. كمعلقين عندنا الاحصائيات، عندنا المباريات، بنتذكر هذه الاهداف سواء للنادي الاهلي او لنادي الاتحاد، بنوصل لحضراتكم وبنعرف لحضراتكم ماذا دار ماذا صال ماذا جال بين الفريقين خلال الفتره الماضيه. جمهور نادي الاتحاد رغم هزيمه فريقه بيشجع بيؤازر، جمهور النادي الاهلي بيشجع بيؤازر بيتقدم فريقه. كابتن طه بصري قلقان، كابتن يحيى اسماعيل ايضا قلقان، انما مقدمين جيم كويس حتى الان لاعبي نادي الاتحاد السكندري في الوقت المستحوذين فيه على الكوره، في الوقت المسيطرين فيه. خرج المارد الاحمر بهدف الدقيقه 32 من عرضيه صديق ورأسيه محمد ابو تريكه. ابو تريكه على التنفيذ، حائط بشري من مدافعي نادي الاتحاد. الركله الحره المباشره مكان خطر جدا، واقف محمد ابو تريكه، واقف احمد حسن، واقف فيلافيو، كل اللاعبي الفريقين تقريبا على حدود منطقه الجزاء. ابو تريكه يلعبها عاليه، معاها الهاني سليمان، برافو يا هاني، معاها الهاني سليمان مأمن نفسه الراجل وسنتيمترات فوق العارضه. مباراه حلوه بين الفريقين، لو منتجنا اللقاء كده لحد هذه الدقيقه بعد ما وصلنا الدقيقه 36 فوق العارضه يكاد يكون حفظ بالعارضه. بقول لحضراتكم لو منتجنا الهدف من اللقاء ما حدش يعرف يقول مين متقدم على مين. وائل جمعه بضربه راس، شوفوا صاحب الخبره ميدو يقع، ميدو وقع. هل في كوع من احمد صديق؟ يلعبها اماميه لفلافيو، ياخد التماس فلافيو من يوسف عبد الرحيم. دي اللعبه اللي فاتت في الاعاده. ادي اماميه في اتجاه جدو، سقطها بضربه راس. عددهم قل في المنطقه الهجوميه لاعبي نادي الاتحاد. احمد حسام وتماس الاخضر، راح له حسين فهمي. ميدو يطلع كتير خارج منطقه الجزاء، انما برافو حسام، برافو العرضيه تطلع خارج منطقه الجزاء والضغط الاتحاداوي. مره ثانيه شادي محمد بالمرصاد. لسان حال جمهور اسكندريه طبعا عايزين نقول لشاد ده انت اسكندراني. وادي العرضيه، ميدو يطلع، امير يمسك. عددهم قليل، قل كتير مهاجمي نادي الاتحاد السكندري في المنطقه الهجوميه الخاصه بهم والدفاعيه الخاصه بالنادي الاهلي. احمد حسام، حسين فهمي، بره الملعب الكره للنادي الاهلي التماس. احمد صديق على التنفيذ، فلافيو، حسين فهمي ياخد. اداء طيب والله بيقدمه نادي الاتحاد السكندري، يختلف تماما عن ادائه في اخر مبارياته امام حرس الحدود. 13 نقطه بيحتل بيهم المركز الخامس. نادي الاهلي لو ارتفع رصيده النهارده ولو فاز على نادي الاتحاد السكندري هياخد هذا المركز من نادي الاتحاد لفارق الاهداف. وادي وائل جمعه، وادي جدو،
يحل ضيف على النادي مقاولين العرب نادي الاتحاد في مباراته القادمه. وادي واحده طويله وفيها خطوره القلشه من احمد حسام، وادي بلال، وادي سيد معوض ياخد لنفسه سيد داخل منطقه جزاء سيد عايز يسدد والتسديده. فرصه ضيعه من النادي الاهلي. شوفوا حضراتكم بينفخ ازاي سيد معوض، شق طريقه توغل تعمق سدد، انما طاير معاه لهاني سليمان. وهجمه خطر للنادي الاهلي اللي بدا يستعيد زمام الامور مره اخرى بعد ما سجل محمد ابو تريكه في الدقيقه 32. احمد حسام يحاول، احمد قطعت الهجمه. محمود شاكر ضغط نادي الاتحاد السكندري مره ثانيه. شاكر عايز يسدد، شكله عايز يسدد انما يرضى فوق العارضه. مباراه حلوه والله، مباراه حلوه متقدم فيها النادي الاهلي حتى الان بهدف على نادي الاتحاد السكندري في الدقيقه 32، وكانت عرضيه صديق ورأسيه محمد ابو تريكه. ادي اللعبه وادي الاعاده. انما الامن داخل الملعب النهارده وخارج الملعب على مرام. شكر وتقدير لسياده اللواء خيري موسى مدير امن الاسكندريه، وايضا شكر وتقدير للسيد اللواء عبد المجيد سليم مساعد الوزير لغرب الدلتا. كل الشكر والتقدير لامن اسكندريه زي ما حياهم جمهور اسكندريه كده وقالوا 100 على 100 امن اسكندريه. ايضا احنا بنحييهم ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في القياده الامنيه داخل محافظه الاسكندريه. راح على طول مسؤول الاصابات والتاهيل في النادي الاهلي للاطمئنان على الصقر احمد حسن، بدايته في اقصى الصعيد في اسوان، انتقل وتالق مع نادي الاسماعيلي. ادي العرضيه دي بلال لعبها وكان اشترك مع احمد زغلول، ياخد منها على طول الهاني سليمان. وادي مره ثانيه من زاويه اخرى انما يمسك الهاني سليمان. شوف لقطات كده قايم احمد حسن رحله احتراف صابها التوفيق والنجاح، كان خير سفير للكره المصريه في تركيا وبلجيكا. احمد حسن ما شاء الله عليه. خرج بره الملعب واتلعبت ركله المرمى بعد تسديده محمود شاكر وضربه الراس من يوسف عبد الرحيم، و40 دقيقه ودخلنا على الدقيقه 41. وادي حسين فهمي ياخد حسين فهمي، لسه مكمل سيد معوض بتاكلينج. احمد السيد وحسين فهمي داخل حسين بره الملعب الكره واخد النادي الاهلي ركله المرمى. المقصوره الرئيسيه لاستاد اسكندريه، حضور بيجمع بين اتحاداوي واهلاوي. روح المحبه سائده حتى الان بين الجميع. دايما نقول لحضراتكم ان الرياضه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص ليست لاحراز الكؤوس فقط، بل انها تهذيب للنفوس. صفاره فاول نادي الاتحاد. ادي اللعبه ادي الاعاده. بلال والشايب، حسين فهمي، ابراهيم الشايب، احمد حسام، محمود صبحي. فاول نادي الاتحاد احسن من كورنر. احمد حسن بيقول ما عملتش حاجه. تشوف تحركات مهاجمي نادي الاتحاد السكندري ولاعبيه داخل منطقه جزاء النادي الاهلي هتكون ازاي، التمركز للمدافعين النادي الاهلي هيكون ازاي، هينظمهم امير عبد الحميد ازاي، ماذا تسفر عنه هذه اللعبه. احسن من كورنر، مكان مناسب للعب الكرات العرضيه. سجل مرمى في مرمى الاتصالات احمد زغلول من هذا المكان. نفس اللاعب هو اللي هيلعب العرضيه محمود شاكر. شاكر على التنفيذ، عرضيه اتحادويه محدش قابل. حسام عاشور سايب انما لمسها حسام، خاف يلمس في حلق المرمى الراجل. كرة تحت العارضه وبين القائمين، هدف مفيش كلام. ادي اللعبه، شوفوا حسام خايف ازاي، لمسته ركله ركنيه لنادي الاتحاد السكندري. الدقيقه 44. محمود شاكر والعرضيه الاتحادويه واتلعبت الركنيه حلوه، ضربه الراس انما يمسك امير عبد الحميد. يمسك امير عبد الحميد. برافو يا جدو، برافو يا امير. مباراه حلوه بقول لحضراتكم تجمع الفريقين. نادي الاتحاد السكندري الباحث عن تكمله مشواره، مشوار انتصاراته وصولاته وجولاته. نادي الاهلي الباحث عن المقدمه، الباحث عن الفوز الرابع لهذا الموسم. ابو تريكه، عرضيه، وائل جمعه، حسام عاشور يقطع في السكه وياخد محمود صبحي على الارض كده لمحمود شاكر. باكري، شاكر، صبحي للخلف عند احمد زغلول.